ايه استعمالات الكورتيزون في جراحه العظام؟ شوفوا يا شباب، انا قلت لكم في فيديو قبل كده ما تكتبوش كورتيكوستيرويد في الروشته خالص، بس قلت لكم ان احنا ممكن نستعمل الكورتيكوستيرويد في لوكال انجكشن. هنستعمله في تانس البو، هنستعمله في جولفرز البو، هنستعمله في بلانتر فاشيايتس، هنستعمله في روتيتر كاف في امبنجمنت سيندروم لو العيان يونج والام ار اي ما فيهوش ولا بارشل تير ولا فاتي دي جنريشن ولا فول تير. ممنوع في الحاجات دي. ممكن نستعمله في الفروزن شولدر. طب امتى هنحقنه في الركبه؟ الحقيقه 2 انديكيشنز، يا اكيوت جاوتي ارثرايتس وده في مصر مش كومن قوي، يا اما انفلاماتوري وده مش احنا اللي بنعملها، بنبعته للروماتولوجي هم اللي بيحقنوه. والحاجه الثالثه لو عيان above 90 years of age وما ينفعش نعمل له توتال ني وعنده ادفانس اوستيو ارثرايتس مش عارف يمشي، ممكن نحقن له ركبته. والجايد لاينز في امريكا اكسبتنج الكلام ده وفي اوروبا. الحاجه الوحيده اللي فاضله كمان اللوكال انجكشن في حالات الديسك برولابس والسciatica او الحاجات دي. فدي بالنسبه لنا احنا هي استعمالات الكورتيكوستيرويدز كجراحه عظام. انا شريف خالد، استاذ جراحه عظام في القصر عيني ومتخصص في الارثروبلاستي والبلفيك اند جوينت ريكونستراكشن. تابعوني عشان تعرفوا نصائح اكتر لزمايلي شباب جراحه العظام.